السلام عليكم أينما كنتم في ربوع هذا الوطن الحبيب. كالعادة أهم الأحداث التي تخص الشأن العام اليوم من الإعلام الوطني. أول حاجة نحب نشكركم على تفاعلكم على كل الحلقات. باش نحكي على الملح، يعني الذهب الأبيض. اليوم تونس تعتبر من البلدان اللي تملك ثروة طبيعية مهمة جدا. مجال إنتاج الملح اليوم يقدر الإنتاج الوطني بحوالي 1.2 إلى 1.5 مليون طن سنويا. يتم استخراج جزء كبير إذا من الملح من أبرز السبخات كما سبخة المرسى، سبخة سيدي الهنشيري، سبخة صفاقس. اليوم تونس تعد من الدول المصدرة للملح. يتم توجيه ما يقارب 60% أو 70% من الإنتاج نحو الأسواق الخارجية خاصة في أوروبا وإفريقيا. لكن اليوم السؤال رغم هذه الأرقام المهمة تجعل الملح الذهب الأبيض حقيقيا المساهمة متاعه في الاقتصاد الوطني ما زالت محدودة. لهنا باش نطرحوا الأسئلة مقارنة بالإمكانيات متاع تونس. القيمة المضافة اليوم الفعلية راهي معناتها نسبتها ضعيفة جدا من الناتج الفلاحي والصناعي. اليوم بين ثروة تقاس بالملايين من الأطنان وعائدات لا تعكس حجم الإمكانيات. السؤال هو جوهري: لماذا لا يتحول الملح في تونس إلى قطاع استراتيجي يوازي حجمه الحقيقي؟ هل هذا ممكن وإلا مش ممكن؟ هذاك هو باش نشوفوه مع سي الأسعد الذوادي ضيف الحلقة. عسلامة، مرحبا بك سي الأسعد. أهلا وسهلا. وقت اللي نحكيو على الملح اليوم نقولوا عنا ثروة طبيعية هامة يتم تجاهلها. واليوم معناتها الذهب الأبيض هذا الموجود في عدة مناطق معناتها بين الشواطئ المالحة والسبخات، واللي هو من أهم الموارد الطبيعية اللي ساهمت تاريخيا في الاقتصاد المحلي. لكن رغم هذا الكل معناتها الملح ماهوش رافعة اقتصادية حقيقية للاقتصاد التونسي. من يستفيد من هذه الثروة؟ شنو الإشكاليات المرتبطة بالإنتاج والتثمين والتصدير؟ نعرف برشا أسئلة سي الأسعد، لك الكلمة. هو الملح راهو يستغل من مئات حتى لا نقول آلاف السنين في تونس، وتونس تعتبر من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للملح في العالم. إلا أنه هالثروة هذه وللأسف مستحوذين عليها ناس اللي هما شركات أجنبية وللأسف. والوضعية ما تغيرتش بعد ما خرجت فرنسا، الوضعية بقات كما هي، بل أنه الوضعية ازدادت سوءا. علاش؟ لأنه تم تراخيص أعطيت أيضا إلى شركات أخرى أجنبية، وبالأخص هناك شركة إيطالية اللي هي اليوم في استخراج الملح تعتبر منافسة للشركة الفرنسية. هنا يقول القائل: شكون اللي متسبب في هذا؟ شكون اللي خلى الشركات الأجنبية معناتها تثري هي في الحقيقة أثرت من وراء هل الثروة الطبيعية متاعنا اللي كان من المفروض أنه مداخيلها تفوق مداخيل النفط والفوسفات، خاصة في الظروف هذه اللي التونسي دافع الضريبة ولا هو اللي ينفق اليوم على الشركات العمومية الناشطة في مجال الفوسفات والنفط. هو لنا احنا نصرف وما عادش هي تجيب لنا عائدات. وللأسف ثم ناس ما يعطوش قيمة شنو توا ذا ملح وما ملح وكذا. يا ودي راهو الملح راهو مطلوب في العالم، راهو ثم أصناف من الملح، راهو ثم الملح اللي يستعمل في الصناعات الكيميائية، راهو ثم الملح اللي يستعمل في الصناعات الغذائية، راهو يستعمل في المجال الطبي، فهمتني؟ راهو حتى في الواحد في الصناعة متاع الطاقة النووية يستعمل أيضا الملح للأسف. وأنه ما ثماش وعي من قبل الناس اللي جاوا على الأقل بعد 14 جانفي
اي لكن اليوم علاش ما نطوروش صناعه معناتها صناعه تحويليه تتطور للملح في تونس راهي قادره باش ترفع القيمه المضافه معناتها. اليوم شنو اللي يمنع هذا ملح تونسي ولا سي لا؟ هذا الملح تونسي والاستثمارات نتاعو مش استثمارات ثقيله، تحويله ما يتطلبش استثمارات ثقيله، استخراجه ما يتطلبش استثمارات ثقيله. وكان من المفروض وانه لا يسمح بتصدير الملح خام، واي انسان يحب يستغل الملح متاعنا وبالاخص الشركات الاجنبيه يلزم التحويل ما يكون كان في تونس. معناتها لازمنا توا نتعامل معاهم بطريقه اخرى. القرارات هذه شكون نجم ياخذها؟ رئيس الدوله، الوزير، شكون؟ هو راهو بالنسبه اذا كان ناخذوا احنا الاتفاقيه اللي صادق عليها الامر اللي اصدره جون مونس المقيم العام الفرنسي سنه 49. هو شويه باش نرجعوا نعطوا لمحه تاريخيه. هو راهو اول اتفاقيه هي اتفاقيه راس ديماس مع الفرنسيين سنه 1826. توا معناتها كي نرجعوا احنا 1826 ثم معناتها ما يقارب 200 سنه اتفاقيه. ومن بعد تعملت اتفاقيات اخرى تحت الواحد تحت الاستعمار الفرنسي. بعد ايش عملوا هم؟ خذاوا 4 ملاحات ودمجوهم مع بعضهم وخرجوا منهم شركة هي تحتكر استغلال الملح واستخراج الملح. علاش في تونس ما عملناش شركة وطنية لاستغلال الملح؟ هنا جايين عاد. هو سنة 49 كما قلنا جاوا هما الأجيال معناتها المستعمر واعطى الشركة متاعه اللي هي اليوم نعرفوها كوتيزال. فهمني؟ كوتيزال هذه هي تتبع مجمع فرنسي اللي هو عنده علامة عالمية متاع للملح معروفة اللي هو اكل بالين. الوحدة متاعه العلامة التجارية اللي معروف بها المجمع هذا الفرنسي هي ذيك لا بالين. المجمع هذا سنة 1949 خذاه هو يحتكر استخراج واستغلال الملح في تونس. بقات الاتفاقية هذيك نخدموا بها حتى سنة 94 فهمني بداوا يعطوا عطاوا للإيطالي اللي هو يستغل صبغة العذيبات. واضح؟ اللي هو يعتبر من حيث الكمية منافس. وقت اللي نحن كان من المفروض غير ملزمين بالاتفاقية متاع 1949 لأنه عملها المستعمر الفرنسي للروحو. كيفاش احنا نستعرفوا باتفاقية اللي عملها المستعمر للروحو؟ هذه انا ندخلها في خانة الخيانة العظمى، لأنه هذا أمن غذائي وأمن اقتصادي وأمن وطني طبيعي. هذه الثروة متاعك، كيفاش انت الثروة متاعك هذه تخليها يستغل فيها الفرنسي؟ يا سيدي حتى ولو حبيت تخليه على الأقل الملح لا يصدر خاما بأبخس الأثمان 20 وإلا 30 مليم الكيلوغرام، ومن بعد يحول البرة. القيمة المضافة هذيك شكون ينتفع بها؟ ينتفع بها الأجنبي. غادي تنجم توجد الملح اللي يتباع في الصيدلية، هل أنه الكيلو متاعه هو دينار ولا دينارين؟ هو الفضلة متاع الملح اللي يذوبوا بها الثلج توا سنين التالي نعرفها تتباع بيورو. هذايا الفضلة متاع هذايا البقايا بعد ما يعملوا التحويل وكذا يخرجك البقايا هذيك يذوبوا بها الثلج. اخزر معناتها ممكن راو يتباع بزوز يوروات الكيلو. فما بالك بالأملاح اللي هي تستعمل في الصناعات الغذائية، تستعمل في المجال الطبي، تستعمل في المجال النووي إلى غير ذلك. هذيك الكيلو متاعها بأثمان باهظة. وهاكم تعرفوا الملح اللي يتباع في الصيدلية وهو متاعنا نحن يخرج يتحول البرة ومن بعد يرجع لنا يتباع لنا في الصيدليات متاعنا. نفهم كونه احنا في تونس سي الاسعد عندنا ثروات طبيعيه هايله واحنا حاكمين على رواحنا بالفقر بكل بساطه. هاني جيك هذايا معناتها هذه خيانه. ثم خيانه اخرى في هذا الملف
انت تجي تقول لي شنو دخلنا. انا نقول لك شنو احنا نصرفوا على عمليات تصدير الملح، لانه عمليات تصدير الملح هذه مش احنا ما نجنوش منها حتى شيء، لا احنا نصرفوا عليها. انا وقت اللي نمشي نعمل ميناء في جرجيس واغلب نشاطه يتعلق فهمتي بتصدير الملح اللي يخرجوا الايطالي من سبخة العذيبات، ايه شنو نعملوا احنا تو؟ مشينا خذينا قروضات، اثقلنا كاهل الشعب التونسي بقروض باش نبنوا نحن المواني، باش الشركات الاجنبيه تصدر الملح بليش 20 ولا 30 مليم الكيلوغرام. فهمتوا توا؟ برا شوفوا التكلفه متاع الميناء متاع جرجيس قداش تكلف علينا، وبالتالي نحن ما عندنا حتى دخل، ما يجينا حتى دخل من وراء الملح. ثم خيانه اخرى ان هناك معلومات، والمعلومات يبدو لي صحيحه، تتداول معلومات مفادها انه بعض الشركات مش هتخرج في الملح فقط، تخرج في البور وتخرج في الليثيوم. واضح؟ تخرج في البور وتخرج في الليثيوم، علما انه الملح هذايا ثم فضلات متاعه هو نجموا نعملوا منها البروم. البروم هذايا يستعمل كمعقم ومنظف في المجال الطبي. ايش عملنا تو؟ ويتباع باثمان اخرى. هذا راي فضلات متاع الملح نخرجوا منها احنا البروم. فما نحكوش على الليثيوم اللي تتعمل منه البطاريات، ما نحكوش على البور، وهذه معادن اللي هي باهظة الثمن. باهي كيفاش؟ هل انه ما يتمش التثبت عند التصدير؟ هل انه المصدر هذا خرج الملح والا خرج معادن اخرى باهظة الثمن؟ الثمن متاعها بعيد كل البعد معناتها على الواحد على الملح. هذه توا نقاط الاستفهام اليوم. هل يوجد مسؤولين ياخذوا في رشاوي وهما مسؤولين على هذا ولا؟ سؤالي يعني مباشر واضح بمن كل مصداقية. احنا بالنسبة لنا فما شبهات فساد وإلا لا؟ شبهات الفساد موجودة وشبهات الخيانة. احنا قلنا ثم خيانة عظمى في هذا الملف، هناك خيانة عظمى. كيفاش وقت نجم اللي احنا نصيحوا من هذا النزيف؟ وقت اللي خلينا نكمل لك على مسألة الخيانة في الجانب هذا. وقت اللي نحن نصيحوا ونعيطوا من 2011 ونحكوا على اتفاقية راس ديماس سنة 1826 والاتفاقية متاع ملاحات تينا في صفاقس وغيرها، وقتها ثم ناس اخرين من وراء الستار، هذوما الخدم والعيون متاع الشركات الأجنبية، فهمني، يقولوا لهم اصبروا شوية توا، خليهم فهمني، خليهم ينبحوا، خليهم يسيحوا كذا كذا، تو من بعد يسكتوا. على خاطر باش نفهموا الخيانة، راهو جاء فريق من الشركة الفرنسية وقال اعطونا شنو طالبين. جاء فريق لهنا لتونس، جاء للتفاوض وقالوا شنو انتم طالبين وكذا كذا، اعطونا العروض متاعكم. فماش واحد جاء قال راهو باش نوقفوا تصدير الملح، واللي حاجته باش يستغل الملح متاعنا يلزم المصانع تكون مركزة في تونس ويمنع تحويل جرام ملح. واذا تتفطن الدولة التونسية انه يتم تحويل جرام ملح لبرا، كل المصنع يرجع للدولة التونسية. هذه الاتفاقيات كيفاش تتعمل؟ علاش؟ باش القيمة المضافة هذيك يتم تحقيقها في تونس وناخذوا 35% أداء، لأنه الملح عندنا نحن لا يختلف عن النفط. إذا شركات النفط تدفع 35%، الشركات هذه تدفع 35%، وما حاشتناش باك الفرنك الموجود في الفصل 11 من الاتفاقية الإجرامية الفاسدة الاستعمارية متاع 1949. شي نص الفصل 11 أنه نحن مقابل استعمال هكتار من الأرض التونسية ناخذ فرنك، ناخذ فرنك. هاي الخيانة. هذا الفصل 11 من الاتفاقية الإجرامية الاستعمارية التي يصر الفاسدون على احترامها،
والعمل بها إلى حد هذه اللحظة. اليوم كيفاش نجم نبدلوا القرارات هذه؟ القرارات هذه مسألة عن طريق شكون تتبدل؟ هذه مسألة سيادية يتم التنبيه على الشركات الأجنبية. سامحني سي الأسعد، سؤالي هل اليوم رئيس الدولة السيد قيس السعيدي نجم يتدخل وفي نفس الوقت تتبدل هذه القرارات؟ مسألة سيادية نجموا باش، لأنه مثلا عام 94 عطينا للإيطالي وعنا معناتها عطيناه رخصة وكذا كذا كذا. توا بالنسبة ل 49 نجموا نوقفوها، تو ينجم رئيس الجمهورية يتدخل فورا. المعاهدات اللي تعملت من بعد هذيك يفتح في شأنها تحقيق، ونجموا ننبهوا نعطوا أجل باش ما يمشوش يقاضونا في الهيئات التحكيمية. احنا تو معنا حتى فكرة اليوم وللأسف على مسألة البنود التحكيمية. هل أنه اليوم المعاهدات والاتفاقيات هذه فيها بنود تحكيمية ترى تكركرنا فهمتني، لكن الغرف التجارية العالمية بأثمان باهظة. راهو التحكيم راهو مش بليش، راهو التحكيم باهظ جدا، ونحن ضد أنه تضمن بنود تحكيمية باش تهزنا لبرا. فايش قام خويا تهز فيا لبرا بمبالغ مئات آلاف الدولارات ندفعهم أنا أشباه محكمين وكذا كذا؟ فيش قام يا أخي؟ وهذه ثرواتنا، وهذه اتفاقيات سرية. هذا راهو عام ككح معناتها في جامعة كولومبيا كتبوا فهمتي على العقود السرية هذه متاع النفط ومتاع المناجم وكذا، والدول ما عادش توا فهمتي تعمل هالعقود السرية هذه، وإلا عقود تبدأ فيها بنود تنص على السرية. يا اخي تتذكروا اللي انا وقت اللي سئلت على الاتفاقيه متاع محطه توليد الكهرباء في رادس، ما جاوبونا وزاره الصناعه وانه الفصل 37 ينص على السريه. ما ينجموش يعطونا نحن كشعب، ما عندناش الحق باش ناخذوا الاتفاقيه اللي هي اللازمه هذيك متاع توليد الكهرباء اللي متاع رادس، اللي هي توا رجعت الملكيه متاعها للدوله التونسيه. وللأسف مسألة أخرى خطيرة اللي هي توا كانت هي عاودة حيرت الملف هذا، اللي ثم ناس داخل الإدارة حريصين أن الملف هذا يبقى مقبور خدمة لأسيادهم الأجانب. هي المسألة متاع تعهد فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بهذا الأبحاث الملف. الاقتصادية نحكي الأبحاث لا، هذه ما يعرف بين ظفرين بالشرطة الجبائية، اللي التسمية القانونية متاعها هي فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي. يقول القائل من باب دخلت هذه الفرقة هذه، وانتم تعرفوا أنها تكاد تكون عديمة الموارد. والخيانة الأخرى عمال ما هو يلزم احنا المظاهر متاع الخيانة الكل نفرقوها في البرنامج هذا. من مظاهر الخيانة أنه الفرقة هذه تكاد تكون عديمة الموارد، لكن باك شوية الموارد هذيك، وهذا متعمد ومنظم أنها تكون عديمة الموارد. متعمد من شكون سي الأسعد؟ متعمد من الناس اللي حارمينها من الإمكانيات المادية والبشرية. العدد متاع الأعوان ما يقارب 50 عون، وال50 عون ردوا بالكم مش كلهم يخدموا فيهم إداريين، مش الكل معناتها يخدموا في الملفات متاع التحيل الجبائي ومكافحة الجريمة الجبائية. وتو نرجع لكم على الوثائق هذه باش نفسر لكم اليوم. فسرنا توا حتى الوقت يداهمنا، فسرنا توا. اليوم هي ما باب دخلت من الباب متاع الأسعار. هو أنه الأسعار اللي يباع بها الملح يصدر بها الملح هي أسعار منخفضة جدا، عبارة احنا نصدروا فيه بليش. دخلت من الباب هذاك، وهذه اسمها أسعار التحويل. ولم نكون خبراء، وللأسف منذ عشرات السنين لم نكون خبراء في مجال مكافحة أسعار التحويل، على عكس الدول المتقدمة. اليوم هالمبادئ 10 مثلا الدولية مش قاعدين نحترموا فيها،
واللي اليوم جاثمين على صدورنا داخل وزارة المالية لا يعيرون اهتماما للمبادئ العشر اللي أنا عندي سنوات أنادي باحترامها. هذه المبادئ العشر الدولية متعلقة بمكافحة الجرائم الجبائية والمالية، هذه لا يحترمونها. وللأسف أيضا الخزعبلات اللي تستعملها الشركات الأجنبية كيف هذه وثيقة هامة جدا نشرتها منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، حذرت الدول قالت لهم ردوا بالكم الشبكات العالمية للتدقيق والمحاسبة هذوما الوسطاء اللي يشجعوا الشركات الأجنبية على النهب والتحيل الجبائي. هذه وثيقة هامة. كيف الجاثمين على صدورنا داخل وزارة المالية لا يأخذون بهذا بالتوصيات هذه ضابط. وهذا ما نديت به أنا في التوصيات متاعي 160 وال150 المتعلقة ببناء الدولة، ال160 نقطة المتعلقة بالفساد الجبائي اللي يكلفنا سنويا عشرات آلاف المليارات. هذه آخر ما أصدرت منظمة التعاون تحث الدول على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم الجبائية. هذا كيف لا يأخذون به. فهمني الدليل التحقيقات هنا منظمة التعاون حثت الدول قلت لهم يلزمكم تعملوا دليل يتعلق بكيفية التحقيق في الجرائم المالية والجبائية. هذه تحث في الدول concevoir un manuel d'enquête sur les délits fiscaux. هذه زاد كيف مسألة الناس اللي اليوم يسهلوا العمليات للشركات الأجنبية اللي تنهب بالأسعار متاع التحويل، تبيع بأسعار تصدر بأسعار مخفضة، وقت اللي تورد المعدات والتجهيزات بأسعار مضخمة وكبيرة جدا وخيالية، ساعات توصل 1000 مرة ثمن القطعة. ثم أستاذ في جامعة بنسلفانيا اتطرق للمسألة هذه. ايش وجد أنه قطعة غيار تصدر من الشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية للشركة المتفرعة عنها، هي شركة نفطية موجودة في بلد إفريقي. هي القيمة متاع قطعة الغيار $50 تفوتر $50,000 1000 مرة. مش تفهموا كيف تتم عملية النهب. وهذا طبعا هناك أعوان عموميين يسهلوا عملية النهب للشركات الأجنبية. وهذه وثيقة هامة جدا لا تعيرها إدارتنا اهتماما في تونس، وتتعلق بكيفية رشوة الأعوان العموميين. هذه وثيقة نشرت سنة 2009 تورينا كيفاش يعملوا لهم الشركات البرة باش ما تظهرش الأسماء متاعهم ويصبوا لهم رشاوى، كيما أثبت الاف بي اي. وهذا أنا كنت سبقت الاف بي اي في المجال هذا، وأكدت لما كشفت أوراق بنما قلت لهم الشركات متاع أوراق بنما راي كل هذيك معمولة تدفع فيها رشاوى. بعد هذا أثبت الاف بي اي في أمريكا وأكد أن الشركات هذيك تعملت تدفع فيها الرشاوى لأعوان عموميين واجهة من العالم أجمع. وهذه الوثيقة هذه هامة تعطينا الحالات متاع معناتها الفضائح متاع زيمانس، متاع تيتان كوربوريشن، متاع ابي بي، متاع بيكر هيوغ. وبيكر هيوغ كانت تنشط وربما مازالت تنشط في تونس. فهمني هيوكي، جرين، تي اس كي جي، ستات اويل، بلاك بوكس، دوميستيك، هذوما الكل اتفضحوا في شركة معناتها هذوما فضائح تتعلق بشركات دولية النشاط في الامور متاع الرشوة الى غير ذلك. هذه الكل نحن هذه كل هالدراسات هذه اللي الدول تصرف فيها آلاف المليارات. راهو الميزانية متاع منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي في باريس راهي الميزانية متاعها بآلاف المليارات باش تعمل الدراسات هذه وتحطها لنا مجانا. ورغم أنه نبعث عرائض للإدارة باش تاخذ بهذه الدراسات إلا أنها لا تحرك ساكنا. نرجع بكم للعملية تو متاع مسألة تهميش. اليوم الجهاز متاع الشرطة الجبائية عنده ما يقارب 50، كي نمشي نقارنه بالشرطة المالية الجبائية في إيطاليا عندها 68,100 عون. جيش مو جيش. ما نحدثكمش على الزوارق السريعة، ما نحدثكمش على الدبابات، ما نحدثكمش على الحوامات، ما نحدثكمش على الطائرات، ما نحدثكمش على البواخر، على رباعيات الدفع، على الأسلحة. هذا جهاز شبه عسكري عنده أكاديمية.
جهاز مسلح، عندهم أكاديمية، ناس متكونين في المالية، في تبييض الأموال، في مكافحة الجريمة المنظمة. انتم تتذكروا وأنه اليخت متاع قيس بن علي جابته لنا جوارديا دي فينانزا، هي اللي رجعت لنا اليخت متاعنا. اليوم نحن شنو عملنا؟ الشرطة هذه عندها ما يقارب 50 عون، فيهم حتى البعض من الأعوان لهين بمسائل إدارية. بيشوفوا معناتها اليوم حجم التهرب الجبائي اللي تمارسه الشركات بواسطة أسعار التحويل، فهمني؟ واليوم شنو حضرنا نحن؟ لعنا لا إمكانيات لا مادية ولا إمكانيات بشرية. اليوم في تمشي الكندا ولا تمشي حتى فرنسا أخيرا ما يحبوا يعاونونا هما، علاش ما يعطوناش المنظومة المعلوماتية متاع يهدونا المنظومة المعلوماتية اللي يخدموا بها تو 4 ولا 5 سنين جالاكسي، وهم بدورهم دخلوا من وراءها عشرات آلاف المليارات. منظومة معلوماتية في إدارة الجباية اسمها جالاكسي، ودخلوا على جوجل وتوا تسمعوا وتقروا شنو المنظومة متاع جالاكسي. ايش بيهم ما يهدوها لناش لنا نحن؟ ويدعوا انه هاو يخرجوا السفراء متاعهم ويقولوا احنا نحبوا نعاونوا تونس على الاستحمار. اذا تحبوا تعاونونا على الاستثمار ما تخرجوش المنتوجات متاعنا خام، ما تخرجوناش الرخام متاعنا خام، ما تخرجوناش الحجر متاعنا خام، ما تخرجوناش الرمل متاعنا خام، وتخربونا البيئة متاعنا وتخربونا المائدة المائية متاعنا. لذا راو هذه مسألة الملح هي قطرة من محيط الخيانة والفساد الجبائي في تونس. هذه قطرة من محيط. الحلول عنا هو أنه اليوم وقدمنا مقترحات، ولكن الإدارة الفاسدة تتصدى. قدمنا مقترحات أنه يغير التشريع باش يتم تجريم وتحجير تصدير المنتوجات متاعنا خام خارج التراب التونسي، باش القيمة المضافة كلها تحقق في التراب التونسي، ونحن ناخذوا 35% متاعنا. النظام الجبائي واضح بالنسبة للملح، ناخذوا 35%. لا الفرنك هذاك ما حشناش به. الاتاوة اللي معناتها باش تعطونا اتاوة على المساحات وكذا، لا ما ثم حتى اشكالية. هل يعقل وانه في 2014 ولا وقتاش نمشوا نعطوا سبخة فيها اكثر من 11,000 هكتار باش يتم استغلالها سبخة لإنتاج الملح، تمنح إلى جهة أجنبية فيها أكثر من 11,000 هكتار. هذه الخيانات اللي جاءت بعد 14 جانفي. ثم خيانات قبل 14 جانفي وثم خيانات جاءت بعد 14 جانفي، وليفتح تحقيق بهذا الخصوص، وإلا تجديد بعض الاتفاقيات اللي هي من المفروض نحن ما نستعرفوش بها، لأنه عملها المستعمر بروحه للروح. هل يعقل؟ ثم خيانة أكثر من هذا. وبعد ذلك نخرجوا نحكوا على السيادة ونحكوا على أنه يلزمنا نعولوا على أرواحنا باش بالتفريط في مواردنا الجبائية وغير الجبائية. وشوفوا اليوم معناتها السوق الموازية بلغت معناتها نسب مش مدمرة، ونشوفوا عدد المؤسسات اللي اليوم قاعدة تموت. ونحن إذا انفرطوا في مواردنا الجبائية وغير الجبائية بطريقة منظمة مثل ما هو الشأن الآن، شنو باش نعملوا؟ باش نقووا في الضغط الجبائي، نكملوا نقتل المؤسسات وهي تقتل اليوم، وتصادر وسائل الإنتاج متاعها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي تمر بصعوبات مالية. في عود نعاونوها بما في ذلك النزل أنه نعملوا عقل باش نبيعوا أمام أعين السياح. ثم مؤامرة أكثر من المؤامرة هذه، من المفروض يفتح تحقيق، لأنه ثم شبهة لهنا في مثل هذه العملية، وأنه عقلة وسائل الإنتاج متاع النزل أمام أعين السواح وباش نبيعوها ويجوا هاك الوسطاء متاع البتات اللي هما أغلبهم من أكبر المتحيلين الجبائيين، ولم يفتح تحقيق في شأنهم. ومن خلالكم نتوجهوا للشرطة الجبائية باش تتعهد بالملفات متاع هذوما العباد اللي تشارك في البتات، اللي يشاركوا في البتات هذه. اليوم نحن شنو نعملوا؟ في عود نساعدوا المؤسسات متاعنا اللي تمر بصعوبات،
ونحن نعرف معناتها اليوم القطاع السياحي شنو الصدمات اللي خذا الصدمة متاع كورونا، خذا الصدمة متاع تهري المقدرة الشرائية متاع المواطن الأوروبي، تهري المقدرة الشرائية متاع الحرفاء الأجانب، هذه الصدمة. والصدمة الثالثة اللي هي صدمة خطيرة يتفرج عليها الجميع، أن السوق الموازية في مجال السياحة تتراوح بين 70 و 80%، 70 و 80%، بمعنى أنه إذا كان يجوا مليون سائح في السوق الموازية يمشوا بين 700,000 و 800,000، وفي السوق المنظمة يمشوا أما 300,000 وإلا 200,000. وهنا على هذيك أنه التقرير اللي عملته مجموعة العمل المالي بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي في تونس، والتقرير نشر في بداية 2017، أنه العملة اللي تدخل في البنوك متاعنا اللي هي تجي من برا ما يقارب 9%، ثم 91% تمشي ما نعرفوش عليها فين تمشي. 91% من حجم العملة اللي يلزمها تدخل للبنوك متاعنا هذه تمشي في السوق السوداء ما نعرفوش عليها، الله أعلم الاستعمالات متاعها شنو، تمويل شنو. واليوم عنا دليل عملتونا منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، هذا دليل مغاير، الإدارة ما تعرفوش، ما تسمعش به، الإدارة ما تحكيش فيه. شنو الدليل هذايا اللي حرض منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي الدول باش يكون عندها دليل بهذا الخصوص لتحسيس أعوان إدارة الجباية باش يتفطنوا للعمليات المشبوهة، باش يتفطنوا للعمليات متاع تبييض الأموال. Manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme à l'intention des contrôleurs des impôts. هذايا فهمتني؟ وقت اللي قدمنا مقترح انه اعوان ادارة الجباية شوفوا الفاسدين ايش عملوا، شوفوا الفاسدين شنو عملوا، لما قدمت مقترح مكتوب في شكل فصل انه ادارة الجباية الاعوان متاعها اذا شموا ريحة متاع تبييض اموال متاع تمويل عمليات مسترابة الى غير ذلك يلزم يعلموا النيابة العمومية. تصدى الفاسدون لهذا المقترح وقدمته في شكل فصل مع شرح الاسباب، حاضر باش، الا ان الفاسدين داخل الادارة تصدوا لهذا المقترح كما تصدوا لمقترحات اخرى قدمتها من اجل وضع حد لنهب الثروات متاعنا وفهمني تصديرها الى الخارج. وتعرفوا معناتها اكبر بلد اليوم اضر بتونس هي المناطق الحرة، ما يقارب 40 او اكثر من 40 منطقة حرة بالامارات صدرت اليها ثروات الشعب التونسي، وللأسف والجريمة لا زالت متواصلة إلى حد الآن. وقد رفض الفاسدون مراجعة الاتفاقية الجبائية المبرمة مع الإمارات، ورفضوا إلغاء الاتفاقية الجبائية المبرمة مع جزيرة موريس اللي ما تربطنا بها حتى علاقات اقتصادية وهي جنة ضريبية. وقت اللي صحت انا وعيط ما سمعونيش في تونس، اما سمعوني على الاقل 3 ولا 4 بلدان افريقية الغت تلك الاتفاقية. للأسف صحيح هو للأسف، ولكن زاد لحسن الحظ كونه في بلاتو حدث وحديث نجم نحكيه بكل صراحة بكل مصداقية، لأنه هذا هو إذا الإعلام الوطني. هدفنا كونه الملح اليوم يتحول إلى ثروة وطنية حقيقية لا مجرد مادة خامة تصدر بأبخس الأثمان. أولا يجب إعادة النظر في منطق تصدير الملح الخام، لأنه تصدير المادة الأولية يعني عمليا تصدير الثروة والقيمة المضافة. ثانيا لا يمكن إذن بناء قطاع قوي دون صناعة تحويلية حقيقية. تونس اليوم تحتاج إلى تطوير مصانع متقدمة لإنتاج الملح المكرر والمنتجات الكيميائية والصناعات الدوائية والتجميلية المرتبطة به، مما يرفع إذن قيمة الطن الواحد أضعاف المضاعفة بدل بيعه كمادة أولية منخفضة السعر. ثالثا لابد من إعادة توجيه الاستثمار نحو الداخل الوطني عبر تشجيع المستثمرين التونسيين اليوم والشراكات الموجهة لخدمة الاقتصاد المحلي الوطني، مع فرض نسب تشغيل عالية لليد العاملة
التونسية وتكوينها في تقنيات الاستخراج والتحويل الحديث. رابعا، يتطلب هذا الأمر حوكمة صارمة وشفافة للقطاع، تضمن أول حاجة مراجعة العقود القديمة، محاربة الاحتكار، توزيع العائدات بشكل إذا يكون عادل يضمن كونه تستفيد الدولة والمجتمعات المحلية من هذا المورد الطبيعي. خامسا، يجب أن تكون هنالك استراتيجية وطنية واضحة وطويلة المدى، أكرر طويلة المدى، تعتبر الملح قطاعا استراتيجيا لا مجرد نشاط ثانوي مع ربطه بالتنمية الجهوية خصوصا في المناطق التي تحتضن السبخات والمصادر الطبيعية. أخيرا، حماية هذا القطاع تعني أيضا حماية السيادة الاقتصادية الوطنية، لأن التحكم في الموارد الطبيعية هو جزء من قوة الدولة وقدرتها على بناء اقتصاد مستقل ومتين. كنت معكم عفاف الخنيسي، دمتم في رعاية الله.